السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لأن الهيه أولا الهيه في بعض التصرفات، وأنا شخصيا تكلمت اللي حضروا معايا في النقاش مع السيد الوزير الأول رئيس المجلس الوزراء الإيطالي. أنا طالب منهم حاجة: طبقوا قوانينكم الداخلية بالنسبة للناس اللي دخلوا بصفة غير شرعية، هذاك حقهم، ولكن الإهانة لا. ما تضربوا جزائري، ما تسبوه، ما تشتموه. حرق ما قبلتوش يرجع كيما يرجع، ونرجعوا حنا ما يعاودش يقطع البحر، لكن ما يتهانش. ولازم الناس تخمم. لازم شوف لما تكون ظاهرة اجتماعية مثل هذه في الدول المتقدمة، أول من يتولاها هي المخرجين السينمائيين، هي الناس تفهم ويوري والمصير تاع فلان وفلان وكذا، اللي حرق واللي ما حرقش، وهذه 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 وهذه. في بعض الأحيان أنا شخصيا باش نيأس ما نيأسش، ولكن أنا التشعب تاع الأسباب تخلي. احنا نتمنى ان شاء الله الجزائر اللي بغينا نبنوها مع بعض، الجزائر الجديده، تخلي الانسان يحب يعيش في بلاده. ربما ما بين الحلول ما نضمنهاش 100%، ولكن نحاولوا ان تكون فيه اتفاقيات مع بعض الدول باش نبعث شباب يمشي يفوت اسبوع ولا اسبوعين في البلاصه الفلانيه ولا يشوف ويرجع مقتنع باللي بلاصتو ماهيش ليه، بلاصتو راه في بلاده. ممكن اجراءات اخرى، ممكن اطباء نفسانيين، ممكن ممكن مشكل صعب حقيقي، والحل تاعو اصعب. السلام عليكم احباب الزول في الله، وان شاء الله تكونوا بخير بصحه وعافيه. معكم لطفي. اليوم رانا 16 اوت 2024، وهاد اليامات قاعد يدور هذا الخبر وهاد لي فيديو. الجزائريين مبروك عليكم الباسبور خلاص. بداو لي كونسولا والقنصليات الجزائريه في كل فرنسا يعطيو لي باسبور للجزائريين اللي ما عندهمش وضعها. القنصليات الجزائريه خلاص بدات تعطي يعني الباسبور للاخوه اللي بلا اوراق. اي واحد حراق ودخل لفرنسا بطريقه غير شرعيه يقدر يروح يطلب الباسبور من القنصليه. خبر على اساس انه صاي الحمد لله الوعود تاع تبون جسدت وطاحت قد مع الفوت. دونك الوعود تاع الناس اللي راح يديروا لهم الباسبور، خاصه الحراقه المقيمين يعني بطريقه غير شرعيه، الحمد لله حتكون عندهم هويه كما بقيت يعني المواطنين تاع الدول الاخرى يعودوا نورمال. يعني هما تانا صاي رجعنا لا نورمال الحمد لله، بعد ما كانت فوضى منذ سنوات. قال لك المشكل تحلوا صاي روحوا برك يعطيوكم لي باسبور، بينما كاينين ناس اخرين يقولوا عكس ذلك. هذه حكايه تيك توك، كاين بزاف الناس عباد كذابين هنا في تيك توك ويهضروا نابورت كوا باش غير يطلعوا لي فيديو. بور لو مومون انا ما شفت حتى واحد راح للقنصليه الجزائريه ودا الباسبور تاعو. تسمى خاوتنا ما تبعوش نابورت كيف تيك توك، باسكو راهم يكذبوا عليكم وراهم يقولوا لكم عفايسين ما كاش منهم بور فيك يطلعوا لي فيديو لهم. دونك ناس اخرين يقول لك لا ما كانش منها جماعه راهي هضره بركه، وبعض الناس عايزين لي فيو يستغلوك. تعرف الحراق مسكين محتاج يعني اي معلومه كذا، والاخر ينشر والاخر يقول، واحد يقول لك لا او سمعنا كاين وحيد راحوا وعطاوهم، واحد يقول وش هي الخلوطه هذه يا خالتي؟ علاه مازلنا في بلادنا معلومه ديما فلو؟ علاه ديما عايشين في ضبابيه؟ ام قالوا ام داروا؟ علاه ما كانش حاجه رسميه، ورقه رسميه تخرج، ورقه ببيان ما بيشنا مرسوم رئاسي تنفيذي يخرج، يعني ديكري يخرج في الصفحه تاع الفيسبوك بلي ولا في الصفحه الرسميه تاع القنصليه سي بون حسب ما قال الرئيس وقرر الرئيس الماده كذا، وتقول بانه كل مواطن مقيم ولو بطريقه غير شرعيه من حقه ان يوفرها هي ما كانش. احنا عايشين في الفلو. او قال الرئيس وش راح يكتب لك في الورقه حسب ما قال الرئيس هذيك نهار في الليل قبل ما يلعب الماتش تاع البرصه جويه العشرة هكا. ما كانش ورقه حسب القانون ولا المرسوم، ما كانش. عايشين في الفلو. فتبدا الناس بسبب هذا الفلو في جميع الميادين، ماشي غير في لي باسبور، يبدا كل واحد يتكهن. واحد راح مسكين بالك عنده دوسي وعنده كذا وصلحت له يقول صايم يمدوا ويخرجوا الناس وصايم ونعرفوا ناس مدوا لهم وعلاه مديتوا لهم الرشوه ومنع.
ديما الخلوطة بسبب هذا الفلو اللي كاين، هذا لوباسيتي اللي كاين في المعلومات. هي وش هي حقيقتها يا خوتي؟ باش الإنسان يعني بالعقل يحاول يمد المعلومة على قد ما يقدر. في أي قنصلية في أي دولة في أي كذا كاين لي باسبور هادوم ديرجونس تاع عام، كي تعود أنت مسافر وما عندكش لو طون باش تدير دوسي كامل ويديروا لونكات وكذا، يديروا لك أي دولة تدير لك باسبور تاع عام، يعني عنده صلاحيات محدوده. باسبور باش تديبلاسي به راح تداوي سي اورجون، لازم تروح عندك رونديفو، ولا رايحه مباليش ان ديسي جنازه ولا اي شيء لازم تسافر، لازمتك هذاك الباسبور، وليو تروح تدير هذاك يعني السيركوي اللي معروف انك تطول ويديروا لونكيت كذا، فيديروا لك باسبور تاع عام. هذا الباسبور اللي يمدوا فيه هو باسبور تاع عام. الباسبور هذا راح يخرج فيه سنه واحده فقط، تحتاج فقط تاخذ الملف تاعك ايها الناس، تحطه ويعطوك الباسبور تاعك. المشكل تاعو انه ما يتعاودش، ما فهمناش وعلاش ما يمدلهمش عادي جدا. والمشكل تاعو الاساسي للحراقه انه معظم الاداره يعني المؤسسات في الاداره الفرنسيه ما تستعرفش به باش يدير لك لي ديمارش. هو اصلا هو عليه دايرو الحراق، دايرو ك يعني هويه تاعو، يروح يدير به اول حاجه كونت بانكير، ومن بعد كي يروح يخدم على الاقل يفيريولو في الكونت، لانه ما يقدرش دير اي دوسي بلا كونت، سواء كان ميديكال ولا تاع رومبورسمون ولا حاجه. وهذا ديجا الباسبور اول حاجه ما يقبلوش لي بنك، هذه اول من الاول. بعد فهو باسبور محدود جدا، لانه تعام ماشي كيما الباسبور العادي، يعني ما يسمحلكش بواحد الامتيازات كما يقولوا. وعلاه يا اخي الرئيس هضرها في التيلي وقال ديروا تما، هذا اكثر تقدير كما يقولوا، قال لك كون يديروا تعام لبعض الناس اللي عندهم واحد الدوسيي، وصا ديبون واش هذاك، لا علاقه له بالشيء اللي قالوا تبون، لا علاقه له بالقضيه ديك تاع اصبروا منا على شهرين كل تتريقلاو، وكل هذيك عم بنا سي دي بارول لا كونسوماسيون برك. ودرك مع جا الفوت وكم القانون هذاك ما دارش، فبداو ينجيكتيو هاد لانتوكس، قال واش اوب شوف واش مع المعلومه قاعدين يمدوا، الاخر يقولوا في ناسيون، الاخر يقولوا لا في كريتاي، الاخر كذا، سا ديبون. وحتى اذا ان شاء الله مدوه لك الباسبور هذاك تاع عام، هذه صلاحياته محدوده جدا، جيست باش تقول لهم امدوا الباسبور او وفاوا بالوعد، والوعد مازال ما توفاش، لانه الوعد كان يقول باسبور عادي، باسبور كامل الصلاحيات، يسمح لك انك تسجل تماركي به، دير به ان كونت بانكار، يسمح لك انك تيدونتيفي روحك، تكون عندك يعني الهويه تاعك، يعرفوك باش يعرفوا لادريس تاعك، يعرف كذا. خوتي العزاز، ما تتبعوش نابورت لو كيف تيك توك، راني نقول لكم ونعاود لكم، باسكو كاين الناس راكم تعرفوهم عندهم لي باج تاعهم طالعين يحوسوا باش غير يديروا البوز ويكذبوا ويهضروا نابورت لوكي باش غير يديروا بكم فيديو ويديوا عليكم دراهم. على كل حال يا خالتي، الشيء المؤسف ديما قلتها لكم هو لو مانك دانفورماسيون، ولا تخرج ورقه رسميه، ولا يخرج بيان، ولا في الصفحه تاع القنصليه، ولا في اي صفحه للاسف يخرج بيان يفهم اسكو كاين ولا ما كانش. ديما روح برك ام قالوا ام هضروا في التيك توك اي دعايه، ام ما تفهموش لا ام الاخرين. للأسف الشديد إن شاء الله يجي يوم ونقدروا نقولوا فيه تطورنا، ولا على الأقل نمدوا المعلومة الصحيحة للشعب الجزائري ونحترموه كمواطن. ربي سهل على خوتي الحراقة إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يريق لهم الكل. الجزائريين المقيمين في الخارج بطريقة غير قانونية هم يطالبون السفارات الجزائرية في كل مرة بتسوية وضعيتهم بالحصول على جواز سفر، هل من جديد بهذا الخصوص؟ يكون فيه جديد. أنا التزمت مع الناس خذوا بعين الاعتبار هذا الملف، على اساس ان اعتقد من على شهرين ما نزيدش نسمع بالموضوع هذا، صحح الاوضاع نتاع كل، الا لما تكون فيه اشكاليه امنيه ولا قانونيه ديك حاجه اخرى. ما الاغلبيه الساحقه نتاعهم يصحوا لهم الاوضاع نتاعهم ان شاء الله. والتعليمات مشات للسفاره ووزاره الداخليه على اساس باش يبدوا يصفوا